فلوس سريعة من النت، ثراء الفاحش وانت قاعد في بيتك، إعلانات بتشوفها كل يوم، وعود بآلافات الدولارات في الأسبوع من غير أي مجهود، من غير أي خبرة، من غير أي رأس مال. هل الكلام ده حقيقي؟ هل ممكن تكسب كل الفلوس دي بسهولة من الإنترنت في 2025؟ أنا أحمد شفيق، مصمم ومطور ويب سابق وصانع محتوى حالي. في الحلقة دي من بودكاست هقول لك الحقيقة اللي محدش هيقولها لك، هكشف لك ألاعيب النصب والاحتيال اللي ممكن تدمر أحلامك وتسرق فلوسك. أنا مش جاي أخوفك، أنا جاي أوعيك وهديك البدائل الواقعية، الطرق المضمونة اللي ممكن تكسب منها فلوس كويسة من الإنترنت، بس بالشغل والصبر مش بالوهم. فلو أنت زهقت من الكلام المعسول وعايز تعرف الحقيقة، يبقى لازم تسمع الحلقة دي للآخر، ولو ما عملتش كده ممكن تكون الضحية الجاية. طيب، ليه الناس بتقع في فخ النصب ده؟ ليه بنصدق الكلام ده؟ ليه بنجري ورا الفلوس السريعة؟ في أسباب نفسية كتير، أولها الطمع. كلنا نفسنا نكسب فلوس كتير وبسرعة، وده طبيعي، بس النصابين بيستغلوا الطمع ده. تاني سبب اليأس، لما بتكون محتاج فلوس أو مش لاقي شغل بتصدق أي حاجة، بتتعلق بقشاية. النصابين عارفين الكلام ده كويس قوي وبيستغلوه. تالت حاجة الجهل، في ناس ما عندهاش خبرة بمجال الشغل أونلاين، مش عارفين إيه الصح وإيه الغلط، بيصدقوا أي كلام يتقال لهم. بعد كده عندنا برضو التأثير الاجتماعي، لما بنشوف ناس كتير بتتكلم عن حاجة بنصدقها حتى لو كانت غلط. النصابين بيستخدموا شهادات مزيفة، تعليقات وهمية عشان يقنعوا الناس إن طريقتهم مضمونة. وبرضه الإلحاح والتخويف، النصابين بيلحوا عليك ويقولوا لك الفرصة هتضيع لو ما دفعتش دلوقتي، وبيخوفوك من الفقر والفشل، وده بيخليك تاخد قرار بسرعة وبيبقى قرار متسرع. طيب إيه أشهر طرق النصب أونلاين في 2025؟ أول حاجة التسويق الهرمي والشبكي، أو ما يدعى بالإنجليزية Pyramid and Multi-Level Marketing Schemes. دي أشهر طرق النصب على الإطلاق. الفكرة كلها إنك بتدفع فلوس عشان تبقى عضو في الشركة، وبعدين تكسب فلوس لما تضم أعضاء تانيين زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. وركز معايا، مفيش منتج حقيقي بيتباع في الحتة دي، الناس دي ما بتبيعش منتج حقيقي، أو المنتج بيكون تافه وملوش أي قيمة. الفلوس بتيجي من اشتراكات الأعضاء الجدد مش من بيع المنتجات، وده هرم مقلوب، اللي فوق بيكسبوا واللي تحت بيخسروا. طيب، في بعض العلامات اللي تبين لك ان الكلام ده نصب، زي ايه؟ وعود بارباح خياليه، التركيز على ضم اعضاء جدد مش على بيع المنتجات، مفيش منتج حقيقي او منتج تافه، وطلب دفع فلوس عشان تبدا، والامثله دي شفناها كتير في السنين اللي فاتت. تاني نوع من انواع النصب هو الوظائف الوهميه، او ما يدعى بالانجليزيه فيك جوبز. تلاقيهم بيعلنوا عن وظيفه مغريه جدا براتب عالي ومن غير اي متطلبات، ويطلبوا منك معلومات شخصيه زي رقم بطاقتك أو حسابك البنكي، أو يطلبوا منك إنك تدفع فلوس عشان تقدم على الوظيفة أو عشان تاخد تدريب، أو يطلبوا أي حاجة يعني. والعلامات اللي بتميز النصابية دي هي راتب عالي جدا مقارنة بالوظيفة، مفيش متطلبات للوظيفة أو متطلبات بسيطة جدا، وطلب معلومات شخصية حساسة، وطلب دفع فلوس. بتلاقي الشركة مش معروفة أو ملهاش موقع ويب محترم، والإيميل المستخدم مش احترافي، هتلاقي حاجة مثلا زي @gmail.com. وأمثلة على الوظائف دي تلاقي مثلا وظيفة زي إيه، إدخال بيانات من المنزل براتب $500 في الأسبوع، ولا وظيفة خدمة عملاء بدون خبرة براتب $1000 في الشهر مثلا. وبعد كده عندنا نوع تاني من النصب، وهو الاستثمارات الوهمية أو fake investments. يقول لك استثمر فلوسك معانا وهندي لك أرباح خيالية في وقت قصير. اوعى تصدق، ده نصب. وأشهر العلامات اللي بتميز النوع ده من النصب هي وعود بأرباح غير واقعية، وهتلاقي شركة ملهاش ترخيص، مفيش معلومات واضحة عن الشركة أو عن طريقة عملها، وهتلاقيهم بيضغطوا عليك عشان تاخد قرار سريع. ودي برضو شفناها في أسواقنا في السنين اللي فاتت، دي حاجة يعني مهياش جديدة بس منتشرة لغاية دلوقتي. النوع اللي بعد كده وهو التداول الوهمي، وده حاجة مهمة جدا، نوع خطير جدا من أنواع النصب، أو ما يدعى بالإنجليزية الفيك تريدنج أو فوركس أو كريبتو. واحنا هيبقى لنا حوار مع الفوركس والكلام ده قدام شوية إن شاء الله، نعمل لها حلقة مفصلة، بس خلينا دلوقتي في كلامنا. يجي يقول لك افتح حساب معانا وهنديك توصيات تكسبك ذهب، أو هنشغل لك فلوسك في الفوركس أو العملات الرقمية، و99% من الكلام ده نصب. وأشهر علامات توري لك الكلام ده نصب هي هتلاقي وعود بأرباح مضمونة، وهتلاقي شركة غير مرخصة ومفيش شفافية في طريقة تعاملهم، وهتلاقيهم برضه بيضغطوا عليك أكتر عشان تودع فلوس أكتر، وهتلاقي فيه صعوبة في سحب الأرباح. وبرضه شفنا قريب قوي شركات بتقع من النوعية دي. النوع اللي بعد كده من النصب هو الكورسات الوهمية أو الفيك كورسز. بيبقى لك الوهم في صورة كورسات، يقول لك هعلمك ازاي تكسب مليون جنيه في شهر، أو هعلمك مهارة نادرة في أسبوع، ويدفعك فلوس كتير جدا في كورس ما فيهوش أي معلومة مفيدة. واللي بيميز النوع ده من النصب، العلامات اللي بتوري لك إن ده نصب، هتلاقي إن فيه وعود مبالغ فيها، مفيش محتوى واضح للكورس، مفيش آراء حقيقية عن الكورس، المدرب مش معروف أو ما عندوش خبرة،
طيب إزاي تعرف النصاب من أول نظرة؟ إيه العلامات الحمراء اللي لازم تاخد بالك منها؟ أول علامة إن العرض حلو قوي لدرجة إنه مش معقول، أو ما يدعى بالإنجليزية too good to be true. لو حد بيقول لك هتكسب آلافات الدولارات في أسبوع من غير أي مجهود، اهرب اهرب. نمرة 2، الضغط عليك أو ما يدعى بالpressure tactics. لو حد بيلح عليك عشان تاخد قرار سريع، ما تستعجلش، خد وقتك وفكر كويس. النقطة اللي بعد كده، طلب معلومات شخصية حساسة sensitive personal information. اوعى تدي رقم بطاقتك أو حسابك البنكي أو معلومات شخصية حساسة لأي حد مش بتثق فيه. اوعى، ده بقى سواء في الشغل أو بره الشغل. أو بعد كده طلب دفع فلوس مقدما upfront payment. اوعى تدفع فلوس لأي حد قبل ما تتأكد إنه صادق وإن شغله حقيقي. وعندنا برضو عدم وجود معلومات كافية lack of information. لو الشركة مش معروفة أو ملهاش موقع ويب محترم أو مفيش آراء حقيقية عنها، ابعد عنها. في علامة برضو سهلة قوي وبتلاقيها كتير جدا عند النصابين، معرفش ليه، بس هو غالبا من جهلهم، يعني عندهم جهل في الحاجات اللي هم بيتكلموا فيها أصلا. فتلاقي عندهم أخطاء لغوية وإملائية مثلا spelling and grammar mistakes. لو الإعلان أو الموقع فيه أخطاء لغوية أو إملائية كتير، دي علامة مش كويسة، خلي بالك منها. برضو عدم وجود عقد واضح no clear contract. قبل ما تبدأ أي شغل لازم يكون في عقد واضح قدامك بيحدد حقوقك وواجباتك. في نقطة تانية مهمة جدا برضو، اللي هي الصور المزيفة أو fake images أو testimonials. ممكن يستخدموا صور أشخاص مش حقيقيين أو شهادات مزيفة عشان يقنعوك. طيب إزاي تتأكد من مصداقية أي فرصة ربح من الإنترنت؟ إيه الخطوات اللي لازم تعملها قبل ما تصدق أي كلام؟ أول حاجة، ابحث عن اسم الشركة أو الشخص على جوجل، شوف آراء الناس اللي اتعاملوا معاهم قبل كده إيه. لو لقيت شكاوي كتير يبقى ابعد عنهم. تاني حاجة، اقرأ شروط وأحكام أي خدمة بعناية، ما تكسلش، اقرأ كل كلمة وافهم حقوقك وواجباتك بالظبط. استشير أهل الخبرة. لو عندك أي شك اسأل حد بيفهم في المجال ده، ممكن تسأل صديق أو خبير، أو حتى تبعت لي أنا في التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليك. وما تصدقش الوعود الخيالية، مفيش حاجة اسمها فلوس سهلة. لو حد بيقولك هتكسب آلاف الدولارات من غير ما تعمل أي حاجة يبقى نصاب. بعد كده استخدم عقلك، فكر كويس قبل ما تاخد أي قرار، ما تتسرعش، ما تخليش الطمع يعميك. وفي نقطة برضه أنا هقولها لك، هي دي حاجة أنا اتعلمتها في الحياة عموما، يعني لما تلاقي نفسك مش قادر تمسك نفسك على حاجة وشايف أوفر حلو قوي قدامك ومتحمس أنت جدا وعايز تجري تلحقه، وقف شوية، اعمل كده فرملة وفكر. زي ما بيقولوا كده في المثل العربي، ليس كل ما يلمع ذهبا، فيعني خلي بالك، أوقات بتبقى الإيه لمعان الحاجة بيمينة. طيب بعد ما حذرتك من النصب، جه الوقت أقول لك على البدائل الآمنة، الطرق الحقيقية اللي ممكن تكسب منها فلوس كويسة من الإنترنت، بس محتاجة شغل ومجهود وصبر. وأولهم اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، الفريلانسنج. لو عندك أي مهارة ممكن تقدمها كخدمة للناس على الإنترنت وتكسب منها فلوس، أي مهارة كانت. في مواقع زي اللي اتكلمنا عليهم برضو قبل كده، اللي هم أبورك ومستقل وخمسات، مليانة فرص. تاني حاجة عندك التسويق بالعمولة أو ما يدعى الأفليت ماركتينج. ده أنت بتسوق فيه منتجات مش بتاعتك، بتاخد عمولة على كل حاجة بتبيعها. مش لازم يكون عندك مخزن ولا تشحن أي حاجة، مالكش دعوة بس غير إن أنت توصل الزبون بالبائع. تالت حاجة إنشاء المحتوى أو content creation. لو عندك موهبة في الكتابة أو التصوير أو المونتاج أو أي حاجة تانية، ممكن تعمل قناة يوتيوب أو صفحة على السوشيال ميديا أو مدونة وتكسب منها. بعد كده عندك بيع المنتجات الرقمية. لو أنت بترسم رسمة وعايز تبيعها، ممكن تعملها سكان وتبيعها أونلاين مثلا، يعني بتعمل لوجوهات، تجهز مجموعة لوجوهات جاهزة تعرضها للبيع وهكذا. ده اسمه منتج رقمي. وعندك برضو الدروب شيبينج، وده برضو هنتكلم عنه قدام شوية، يعني مش من الحاجات اللي بفضلها بس هنتكلم عنه إن شاء الله. طيب إيه أهم المهارات اللي لازم تكون عندك عشان تشتغل في المجالات دي؟ أهم المهارات قلناها في الفيديو اللي فات، مهارات زي مثلا البرومبت انجينيرنج أو ما يدعى باللغة العربية اللي هي هندسة صياغة الأوامر للذكاء الاصطناعي. وعندك صناعة المحتوى وتطوير الويب أو الويب ديفلوبمنت والجرافيك ديزاين وتحليل البيانات. في حاجات كتير مهمة جدا في السوق حاليا ومطلوبة. دي أهم المهارات اللي هتخليك مطلوب في سوق العمل في 2025. مش بس كده، دي هتخليك تكسب كويس جدا. الخلاصة، الربح السريع من الإنترنت هو وهم، مفيش حاجة اسمها فلوس سهلة، بس في فرص حقيقية للربح من الإنترنت، فرص محتاجة شغل ومجهود، وفرص محتاجة مهارات معينة. لو اتعلمت المهارات دي واشتغلت بجد هتنجح وهتكسب فلوس كويسة وهتغير حياتك للأحسن. ابدأ دلوقتي وما تضيعش وقت. طيب في أسئلة أنا عارف إن هي بتدور في دماغ الناس، زي مثلا أنا ما عنديش أي مهارات، أعمل إيه؟ الإجابة ببساطة كده، اتعلم، في كورسات مجانية كتير على الإنترنت.
ابدأ بمهارة سهلة زي كتابة المحتوى أو إدارة السوشيال ميديا، ومع الوقت طور مهاراتك. سؤال تاني: أنا خايف من النصب، أعمل إيه؟ برضو الإجابة بمنتهى البساطة: استخدم عقلك. ما تصدقش أي حد بيقولك هتكسب فلوس كتير من غير ما تتعب. لو كان فيه الخير مكان رماه الطير. دور كويس عن أي شركة أو أي فرصة أو أي شغلانة قبل ما توافق عليها. اسأل الناس اللي مجربة. ونصيحة أخيرة: لا تيأس، استمر في التعلم والتطوير. هتغلط، هتفشل، هتتعلم، ده طبيعي. المهم إنك ما تقفش. أنا كده خلصت كلامي النهاردة. يا رب يكون البودكاست ده عجبكم واستفدتم منه. مستني رأيكم في التعليقات، وقولوا لي إيه أكتر حاجة خايفين منها في الموضوع الشغل أونلاين. وما تقلقوش، أنا هعمل فيديوهات تانية تفصيلية عن كل طريقة من طرق الربح من الإنترنت. هشرح لكم كل حاجة إن شاء الله، وهقول لكم على أحسن الأدوات والمواقع. ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ودعموني بلايك وشير لو الفيديو ده عجبكم. يلا، مستني إيه؟ احمي نفسك من النصب وابدأ رحلتك نحو دخل حقيقي من الإنترنت. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. أحمد شفيق.